الكبدة البانيه او الكبدة بالردة على طريقة اشهر المحلات. جبت كيلو كبدة شرايح بالشكل ده، وانا بحب اضيف لها شوية من اللبن عشان يسحب اي زفارة فيها. مش بتتغسل بالمية يا جماعة، هسيبها منقوعة في اللبن كده نص ساعة في التلاجة. وهجهز لها تتبيلة عبارة عن توم وملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة، وكمان معلقة طحينة، عصير ليمون، ومعلقة خل. طلعت الكبدة صفيتها كويس قوي من اللبن وضفتها على التتبيلة. ممكن برضو نحطها نص ساعة كمان في التلاجة تتبل معايا كويس. كوباية من الردة، 4 معالق كبار من الدقيق، ومعلقتين كبار من النشا. خلطتهم على بعض وهبدأ ان انا اغلف بيهم الكبدة. انا بعمل الكمية كلها مرة واحدة، فبغلف القطعة ومش بنفضها قوي، بشيلها بردتها كده، احطها في الطبق علشان خاطر لما تقعد شوية على ما اخلص باقي الكمية ما تنديش او تبلبل كده. لا، انا اخليها كده بردتها، ووقت ما هاجي اقليها بنفضها كويس. هقليها بقى في زيت غزير، ما بتاخدش دقيقتين يا جماعه، دقيقتين بالعدد يعني، كده يبقى وقت تمام جدا. ما تزودوش عن كده عشان ما تنشفش معايا، ولازم تتقلي على نار عاليه. وبس كده، لو وصلتوا معايا لحد هنا بشكركم جدا، ولايك وشير، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.